من الشغلات الجميلة اللي موجودة هنا أن الروضة ما فيها مكان لموية زمزم فيوزعونها على المسلمين، الله يعطيهم العافية. هذه المظلات هذه من أكثر الشغلات اللي أنا صراحة مبهور فيها بالمدينة. لاحظوا الآن قاعد تتسكر، هي راح يصير شكلها زي هذه. طبعا بساحات الحرم النبوي في أكثر من 250 مظلة علشان تحمي الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام من أشعة الشمس. شايفين المراوح هذه؟ بساحات المسجد النبوي في أكثر من 336 مروحة حتى تبرد على زوار المسجد. أنا اليوم صلاة الجمعة صليت في الساحة، كان صراحة الجو جدا بديع بسبب اعتمادهم على المراوح هذه. من الإحسان في خدمة زوار المسجد النبوي في مسارات خاصة لذوي الإعاقة حتى يوصلون للمصليات الخاصة فيهم. مو بس كذا، شيء أنا عجبني، لاحظوا هناك في شعار اللي هو ضعاف السمع، موجود لهم مصلى فوق في شاشة يترجم لهم خطب الجمعة، يترجم لهم الدروس، فضعيف السمع ما يحتاج أي أحد يساعده داخل المسجد النبوي في الاستماع للخطبة ومعرفة الأحكام الشرعية وغيرها. قبل رمضان راح يتم افتتاح الساحات الغربية في المسجد النبوي. طبعا هذه راح تشيل آلاف من المصلين إن شاء الله. طبعا هي موجودة في الجهة الغربية، فلو تعرفون مثلا فندق موفنبيك وغيره راح تكون هي موجودة قدامه. طبعا هذه من التوسعات الجديدة. بجانب أيضا الجهة الشرقية راح يكون فيها أيضا توسعة كبيرة لكن إلى الآن ما انتهت، لكن حسب كلام الأخوة أنه هذه الساحات الغربية إن شاء الله راح تفتح قبل رمضان القادم. هذه الفرشات اللي موجودة حاليا في المسجد النبوي كلها راح تتغير إلى فرشات جديدة. الفرشات الجديدة راح تكون فرشات ذكية وفيها اختلافات بسيطة عن الفرشات الحالية. طبعا اللون راح يكون لونها أخضر، ما راح يكون لونها أحمر. ليه؟ لأن في شغلات كثيرة راح نتكلم عنها بعد شوي داخل. هذا السجاد الجديد اللي حاليا يستخدم في الحرم النبوي، طبعا هذا مصنوع في السعودية وهذا هو السجاد القديم. السجاد الجديد في شيء مختلف عن القديم، إن في شريحة إلكترونية موجودة في السجادة. الشريحة هذه فيها معلومات عن السجادة، متى أزيلت، متى غسلت، شغلات كثيرة راح تكون موجودة في الشريحة الإلكترونية حتى يساعدون في تنظيف السجادة بشكل أفضل، وحتى يساهمون في خدمة زوار المسجد النبوي بشكل أحسن.